أنا في الحقيقة سعيد أولا بوجودي هنا في مدينة الإسماعيلية. مدينة قريبة جدا لقلبي. أنا جيت كتير قوي الإسماعيلية، وكان ليا شغل هنا في الإسماعيلية وليا مصنع في المنطقة الصناعية من الثمانينات وأنا باجي هنا. فأنا سعيد بوجودي دايما في الإسماعيلية، وسعيد بقرار الاتحاد أن احنا نجيب بطولة مصر الأهلية لتقام على ملاعب نادي الهيئة. والحمد لله بطولة ناجحة بكافة المقاييس. وان شاء الله السنه الجايه ان احنا نتوسع فيها ونعملها لكل المراحل السنيه ان شاء الله. التقييم واضح وصريح، الملاعب كويسه قوي، كل المرافق بتاعه البطوله موجوده، مدرجات، غرف ملابس، كل حاجه موجوده هنا اهو. فما البطوله ما بينقصهاش اي شيء في التنظيم بتاعها. فبطولة ناجحة بكافة المقاييس، وعلى هذا الأساس أن احنا بنفكر أن احنا نكبر بطولة السنة الجاية وتبقى بطولة سنوية، مهرجان سنوي بيقام في الإسماعيلية كل سنة. الهدف منها أولا أن احنا ننشط لعبة التنس في الأقاليم، وده هدف أساسي للاتحاد. ومنطقة القناة من أنشط المناطق اللي موجودة للاتحاد. ووجود هذه البطولة بيدي حافز للعيبة بتاعة هذه المنطقة أنها تلعب، تشترك في البطولة، وأنها تتفرج على البطولة، لأن الجزء الفرجة حتى بيبقى نوع من الحافز للممارسة. فوجودها مهم جدا للأولاد وللآباء والأمهات، علشان بيشوفوا البطولة وبيشجعهم أنهم يشجعوا أولادهم على ممارسة اللعبة. التنس من الرياضات اللي في الحقيقة اللي لها طابع خاص جدا، أن أنت بتبتدي تلعبيها من سن 7 سنين وتقدري تكملي فيها لسن 77. فرياضة بتاعت ممارسة، ورياضة بتاعت بطولة، ورياضة اللي هي بنقول الجسم السليم في العقل السليم. فأنا بشجع الأهالي أنهم يبتدوا يزقوا أولادهم على لعبة التنس، وأنهم يمارسوا لعبة التنس ويساعدوهم على أنهم يلعبوا. ومش لازم اللعبة أن أنا أبقى بطل، أنا ممكن ألعب لعب للممارسة وأن أنا أبقى مبسوط بصحتي الكويسة. المستوى ممتاز، وفي لعيبة كويسة قوي موجودة، وأنا اتفرجت على النهائي الولاد الرجال والسيدات، ومستوى ممتاز. وان شاء الله السنه الجايه يبقى في لعيبه اكتر تشترك فيها وتلعب فيها ان شاء الله. خطه الاتحاد اهم حاجه ان احنا بنتوسع في مراكز التدريب اللي بنعملها، وبنعدي على الانديه اللي عندها مراكز تدريب، وبنديهم جزء من الخبره بتاعه الاتحاد في كيفيه اداره مراكز التدريب. فدي حتة مهمة جدا. وبنتوسع في إقامة البطولات المحلية والدولية علشان ندي فرصة احتكاك للولاد بتوعنا، الولاد والبنات. بنشكرهم على حسن الاستضافة وعلى المجهود اللي اتعمل لإخراج هذه البطولة بالمنظر الجميل ده، وبنقول لهم احنا في ظهركم لأي حاجة في المستقبل للنهوض بالبطولة دي إن شاء الله. شكرا حضرتك. شكرا.